طبعا ايوه انا عبد الله ناصر، بس بعد ما شعري طار خالص. هيجي واحد ظريف ويقول لك ايه، لا 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 انت حلاقه طالعه. ايوه يا ابن الهبل حلاقه طالعه، امال اللي انت شايفه ايه؟ بس دي مش موضوعنا، تعالى بقى نروح الموضوع. الفكره اللي انا عايز اوصلها ان زي ما انت معاك 500 600 جنيه في جيبك وخايف عليهم، البنت اللي بتبقى راكبه في الميكروباص او بتبقى في مكان زحمه بتبقى خايفه، بتبقى خايفه عن نفسها، خايفه على نفسها من التحرش، خايفه على نفسها من اي حاجه. خليك راجل وما تحرش، خليه يعني حط اختك مكانها. بس ده اللي اقدر اقوله. اللي انا عايز اقوله لك، دي بتبقى في مكان زحمه، بتبقى في مكان هنا، بتبقى في مكان ده، بتبقى خايفه من اي حد. بتبص من الاخر بيبقى قعدوا بيخافوا ينزلوا في الشارع. بنات بلدك قعدوا بيخافوا ينزلوا في الشارع. انت عمرك ما هيتقال عليك راجل طول ما بنت بلدك بت... بتخاف تنزل بالليل، مش بالليل كمان، ده قاعد في اي وقت. فخليك راجل، ولو شفت حد بيتحرش باي حد ما تقفش تتفرج عليه وتقول ها 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 ده الواد ده مقطع الدنيا ولا ده برنس ولا لا. امسكه وموته، قوله علقه عشان يحرم يعمل اللي هو بيعمله ده. الواحد يقف، الواحد يلاقي واحد واقف على الناصيه ويقول لك ايه يالا المزه الفورتيكا دي، لا ايه يا ابني اللي انت فيه ده يا ابني؟ يا ابني حط اختك مكانها. هرجع تاني واقول لك عمرك ما يتقال عليك راجل طول ما بنت بلدك بتخاف تنزل الشارع.